يومكم مليان خير وبركة. هنحكي مع بعض عن المجوس، ودول كانوا عبارة عن كهنة كلدانيين أو فارسيين، وكانوا بيهتموا جدا بدراسة النجوم والفلك. وكان بالنسبة لهم ظهور نجم مختلف كان بيدل على مولد شخص عظيم، ملك. ففي يوم من الأيام ظهر لهم نجم غريب جدا مختلف عن اللي هم أو النجوم العادية، فعرفوا إن في شخص مهم هيتولد. ويقال إنهم كانوا بيتبعوا مذهب بالعام، وبالعام ده اللي اتنبأ عن مجيء ولادة الرب يسوع في سفر العدد إصحاح 24. ويرى القديس يوحنا ذهبي الفم إن النجم ده كان مختلف عن النجوم العادية، ان هو كان ملاك في صورة نجم، وكان مختلف ان هو كان بيظهر في عز النهار، وكان نوره مختلف، كان لامع جدا، وكان مستوى القرب بتاعه اقرب من النجوم العادية عشان يرشد المجوس لحد المكان او المزود اللي اتولد فيه الرب يسوع. فضلوا متتبعين الكهنة دول أو المجوس دول النجم عشان يوصلوا لمكان الملك اللي اتولد ويسجدوا له. فأول ما وصلوا أورشليم راح سمع هيرودس، فهيرودس ابتدى يتضايق جدا، وابتدى يجمع الكهنة وابتدى يجمعهم حواليه، يسألهم هو مين الملك اللي هيتولد ده. فقالوا له إن ملك اليهود هو اللي هيتولد، وهيتولد في أورشليم. فراح جاب المجوس في السر وقال لهم اول ما تعرفوا المكان اللي اتولد فيه الملك ده قولوا لي، تعالوا بسرعه وقولوا لي عشان انا كمان اروح واسجد للملك ده. فقالوا له ماشي. طيب ايه اللي كان مضايق هيرودس؟ هيرودس ده ما كانش يهودي. امال ايه اللي خلاه مسك الحكم اليهودي؟ مسك الحكم اليهودي بمساعدة الرومان اللي كان متحالف معاهم باباه، وكان بيكره اليهود جدا، وكان شخص شرس وشخص دموي بيحب سفك الدماء، لدرجة ان هو قتل ناس كتيرة من السنهدرين اليهودي، وقتل كمان ولاده الاتنين اللي كان اسمهم الاسكندر، وابنه التاني كان اسمه ارسطو بولس. ففضلوا بعد كده المجوس بيدوروا على المتتبعين النجم او ماشيين ورا النجم ده لحد ما وصلوا للمكان اللي موجود فيه الطفل يسوع. اول ما لقوا المكان ولقوا النجم توقف في المكان ده، فتأكدوا ان هو ده ايه الطفل المقصود او الملك المقصود. وكانوا واخدين معاهم هدايا، كانوا واخدين معاهم ذهب، وكانوا واخدين معاهم لبان، وكانوا واخدين معاهم مر. الذهب بيرمز ان الشخص ده هيكون ملك، واللبان ان هو كاهن، والمر ان هو هيتعذب وهيشوف دقات كتيرة. بعد ما سجدوا وقدموا الهدايا فراح شافوا زي رؤية او حلم كده، قال لهم ما ترجعوش لهيرودس، وروحوا امشوا من طريق تاني. وبالفعل خدوا طريق تاني وروحوا لبلادهم. وكمان جه الملاك ليوسف في حلمه وقال له خذ الصبي وامه واهرب الى مصر، لان هيرودس مزمع ان يقتل الصبي. فبالفعل يوسف سمع الكلام وخد الست العذراء وخد الطفل يسوع وراحوا مصر عشان تتحقق النبوة اللي قالت من مصر دعوت ابني. اول ما عرف هيرودس بقى ان المجوس استهزأوا بيه، راح غضب جدا وراح امر ان كل الاطفال اللي من عمر 2 واقل يتقتلوا. ودول يعتبر اللي هم اطفال بيت لحم يعتبروا اول شهداء في المسيحية، وبالفعل اتقتلوا. واتحققت النبوة اللي قالت اني صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. ودي جت في أرمية إصحاح 31. بعديها هيرودس أمر إن كمان يقتل ابنه التالت اللي كان اسمه أنتيباتير، يبقى كده قتل أولاده التلاتة. وهو مات بعد أطفال بيت لحم ب3 شهور. وقبل ما يموت كان أمر بحاجة غريبة جدا، إن يموت كل عظماء اليهودية عشان الملك اللي يمسك بعديه يكون ما يلاقيش حاجة كويسة، يلاقي حزن منتشر في المكان.
بس مات قبل ما تتحقق له الطلبة بتاعته دي، يعني ما نفذش الأمر بتاعه. والفترة الأخيرة كان شره في أكل اللحوم، كان بياكل اللحوم بطريقة شرهة جدا، لدرجة إن هو أصيب بمرض النقرس، وكان بتطلع من جسمه رائحة كريهة جدا، لدرجة إن ما كانش في أي حد بيقدر يقرب عليه، لحد ما مات بعد أطفال بيت لحم ب3 شهور. يومكم خير وبركة.